شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن أول سب يونت في يونت 2 اللي هو الأكونتس ريسيفبل. عرفنا إن إحنا بنظهر الأكونتس ريسيفبل سواء جزء current أو جزء non current. عرفنا إن الكرنت بيكون على net realizable value بعد ما بطرح من الجروس receivable allowance for credit losses و allowance for sales return، ولو عملت bill adjustment عملت تعديل على الفاتورة. تمام. بعد كده عرفت ازاي انا بحسب او ازاي اصلا بسجل طريقة تسجيل الالونس. قلت ان هو ماشي مع الماتشنج برنسبل، ان انا لو سجلت الايراد لازم اكون عامل استيميشن، والاستيميشن ده بيكون لا اما عن طريق الانكم ستيتمنت ابروتش لا اما عن طريق البالانس شيت ابروتش. وعرفنا ازاي بنحسبهم كل طريقة وايه الافكت بتاعها سواء على الانكم ستيتمنت او على البالانس شيت. تمام. طيب النهارده احنا جايين ناخد ايه؟ جايين ناخد الانفنتوري فاندمنتالز. طبعا سواء شركة صناعية أو شركة تجارية، شيء أساسي إن لازم هتلاقي فيه مخزون. تمام. فاحنا النهاردة هنتكلم باستفاضة عن المخزون سواء للشركة الصناعية أو الشركة الريتيلر، وهنشوف ازاي بيحسب الكوست اوف جود سولد، وهي الاكونت ايه هي السيستم اللي بنمشي عليه الانفنتوري اكونت سيستم. ونشوف دلوقتي كل حاجة من الحاجات دي بالتفصيل. طيب بقول لك هنا أول حاجة ايه؟ Inventory is the total of tangible personal property، يعني حاجة ملموسة، أصل ملموس عندك أنت بتشوفه إيه وليه جوهر مادي. تمام. بيقولك held for sale in the ordinary course of business، يعني أنت مخليه بغرض إن أنت تستعمله في النشاط الرئيسي بتاعك. in the form of work in process to be completed and sold in the ordinary course of business or to be used up currently in producing goods or service for sale. Inventory doesn't include long-term assets subject to depreciation. ايه معنى الكلام ده؟ بيقولك عن الانفنتوري انت مخليه بغرض ان انت هتبيعه، دي حاجة، او بغرض ان هو داخل عندك في ال WIP، يعني بضاعة لسه انت بتنتجها work in process، عشان برضو تكتمل ايه وتبيعها في النشاط الرئيسي بتاعك بتاع الشركة، او هتخليه واللي هو ايه set to be used currently in producing goods، او هو حاليا انت ايه داخل في التصنيع ومخلص. بيقول لك ايه الجملة الأخيرة اللي هي inventory doesn't include long term assets subject to depreciation، يعني إن هو مش بيعتبر أصل اللي هي fixed assets، يعني ده ملوش depreciation. تمام. طيب ايه financial statement presentation؟ يعني أنا إزاي هعرض المخزون عندي في القوائم؟ بيقول لك ايه inventories are generally classified as current، نفس اللي هي current in the financial statements. They are expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. زي ما خدنا في البالانس شيت، أي حاجة current هي هتكون expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of business. متوقع إن أنت هتحولها لكاش أو هتبيعها أو هتستهلكها في خلال operating cycle or 1 year which is longer. دي طريقة العرض بتاعتها، دي طبعا احنا عارفينها من البالانس شيت. طيب بيقولك inventory accounts. The inventories of a retailer trading entity consist of goods purchased to be resold without substantial modification. ايه معنى الكلام ده؟ يعني النهاردة انت شركة تجارية، الهدف من ان انت فاتح النشاط بتاعك ان انت تشتري بضاعة وتحط عليها زي مارجن وتبتدي ايه تبيعها، يبقى انت كده مش هتعمل عليها عملية ايه؟ عملية تصنيع. دي بالنسبة للريتيلر. طب بالنسبة للانفنتوري بتاع المانيفاكتشرر، manufacturer بيقول لك the inventory of manufacturer consists of تتكون من goods to be consumed in production، اللي هي الماتيريال احنا هناخد في الكوست. عندي ان البضاعة الفينش جودز اللي انا بصنعها داخل فيها direct material direct labor overhead. فانت عندك المخزون اللي هي الماتيريال اللي دخلت في التصنيع، وعندك goods in the process production work in process، يعني انت عندك في برضه بضاعة دخلت في التصنيع بس مكتملتش، دي اسمها WIP. وعندك الفينش جودز لما انت صنعت وخلصت. يبقى انا عندي 2 مخزون، مخزون بالنسبة للريتيلر ومخزون بالنسبة للمانفاكتشر. الريتيلر بيشتري البضاعة على أساس إن هو يبيعها تاني لما يضيف مارجن عليها،
الشركة الصناعية بتشتري البضاعة وبيكون عندها 3 أنواع من البضاعة: بضاعة ماتيريال، بضاعة work in process، وبضاعة finish goods. تمام. طيب هناخد تاني. بيقولك cost basis of inventory initial measurement. بيقولك أنا إزاي بسجل، إيه هو التسجيل في عملية الشراء لما أشتري inventory أسجله إزاي. بيقولك the cost of inventory includes all costs incurred in bringing the inventories to their existing location and ready to be use condition. يعني بيقولك تكلفة الانفنتوري بتاعك اللي انت هتسجلها في البالانس شيت هتكون متحملة بكل التكاليف اللي انت اتكبدتها، بحيث ان انت تجيب المخزون ده وتخليه موجود عندك في اللوكيشن، وكمان جاهز للاستخدام. يبقى أي تكاليف تتكبدها هتحملها على تكلفة الانفنتوري. طيب ايه الكوست اوف purchased inventories؟ يبقى ايه تكلفة الشراء نفسها هتتكون من ايه؟ The price paid or consideration given to acquire the inventory net of trade discount rebates and other similar items. يعني تكلفة البضاعة تتكون من المبلغ اللي أنا دفعته، consideration ده اللي هو المقابل المادي عشان أحصل عليه. يبقى consideration عشان أنا أستحوذ على الانفنتوري ده. طبعا المبلغ ده اللي أنا دافعه بيكون بيكون بعد ما يتخصم منه كل الديسكاونتس، المرتجعات والخصومات والريبيت and أي حاجة تانية ليها علاقة بالشراء. ادالك مثلا 10 فري، يعني مثلا اشتريت 10 واداك 10 فري، فانت بتحسب الكوست على اساس ان هم 20 حبة، بتقسم التوتال على 20 وهكذا. يعني دي بتعتبر من انواع برضو انت خدت خصومات. تمام. تتكون من تاني؟ تتكون من import duties and other unrecoverable taxes. يعني انت لما جيت كنت طالب شحنة من بره، كبدت مصاريف مصاريف شحن أو مصاريف تخليص كليرنس أو أيا كان، زائد إن أنت عندك ضريبة غير unrecoverable، يعني أنت مش هتحصلها تاني. تمام. الهاندلنج مصاريف المناولة، مصاريف التأمين insurance freight in الشحن الداخلي and other costs directly attributable to، يعني أي مصاريف تانية. يبقى عندي الهاندلنج مناولة وتأمين زي ما قلنا وفرايت إن، وأي تكاليف أخرى كانت مساهمة في acquiring finished goods and materials، ساهمت في إن أنا أحصل على finished goods وبضاعة bringing them to their present application condition sellable or unsellable condition. يبقى قلنا تكلفة المخزون اللي هسجلها لما أسجل inventory وتكون أصل المبلغ اللي هو الأصل المقابل المادي اللي دفعته، زائد الامبورت duties وال unrecoverable taxes، زائد handling insurance freight in وother cost attributable ساهمت في إن أنا أحصل على الفينيش جودز ده أو أجيبهم للموقع بتاعهم. طيب inventory accounting system. إيه الانفنتوري accounting system اللي أنا بشتغل عليها؟ عندي طريقتين: perpetual و periodic. تمام. إيه الفرق ما بين الاتنين كده ببساطة قبل ما نشرح؟ الفرق ما بين البربيتشوال إن أنت كل ما تبيع تبتدي تسجل cost of goods sold، بعت تسجل cost of goods sold، بعت تسجل cost of goods sold. يبقى أنت عندك المخزون بشكل دوري عليه مراقبة، في أي لحظة عايز تاخد الكلوزنج ستوك تقدر تجيبه. طيب ايه الفرق ما بين البريودك؟ البريودك إن أنت بتيجي نهاية كل شهر مثلا أو أيا كان، بتلاقي عندك opening plus purchasing، تطرح منه الاندنج هيديلك الكوست اوف جود سولد. يبقى الفرق ان انت هنا بتكون لسه مش عارف الكوست اوف جود سولد، فبتنزل تجرد عشان تعرف. في البربيتشوال انت عندك بشكل مستمر بتبيع وتسجل الكوست. تمام. طيب بالperpetual inventory system updates inventory accounts after each purchase or sale. زي ما قلنا اشتريت بعت الانفنتوري عندك عليه update. This system is generally more suitable for entities that sell relatively expensive and heterogeneous items and requires continuous monitoring of inventory and cost of goods sold account. زي ما قلنا يبقى امتى بستعمل perpetual؟ لما انا اكون شركة البضاعة اللي عندي expensive غالية وهيتروجينيوس مختلفة. تمام. ولازم يكون عندي عليها مراقبة سواء على الانفنتوري أو على الكوست اوف جودز سولد أكاونتس.
Under this system inventory and the cost of goods sold are adjusted as sale occur. زي ما قلنا إن الانفنتوري والكوست اوف جود سولد بيكونوا بشكل مباشر أو بشكل كل ما بيع بسجل كوست اوف جود سولد والانفنتوري بتخصم أشتري أروح مزود الانفنتوري هكذا. فبقولك في الطريقة دي على طول أنت عندك بتحصل على الانفنتوري كوست اوف جود سولد ادجستمنت تمام، أو بتعدل بالحركات بتاعة البيع والشراء. طيب إيه مميزاته وإيه عيوبه؟ إيه الأدفانتج والديس أدفانتج؟ بقولك الأدفانتج بتاعة البربيتشوال inventory system is that the amount inventory on hand and the cost of goods sold can be determined at any time. زي ما قلنا طول ما أنت شغال perpetual بتسجل عمليات الشراء وعمليات البيع والcost of goods sold والinventory updated وكل حاجة عندك systematic. خلاص كده أنت مش محتاج تنزل تجر. فأنت في الحالة دي وعندك الحسابات كلها updated والدنيا تمام. طيب disadvantage of the perpetual inventory system is that the bookkeeping is more complex and expensive. بيقولك إن عيوبه إن أنت عندك صعوبة أو عندك مشكلة في البوك كيبنج، إن العملية معقدة. ليه؟ لأن أنت بقى بتجيب حد بيتابع لك القصة دي فبياخد فلوس، فعندك كوست بقى كوست موظفين والكلام ده كله، فعشان كده هي complex وexpensive تمام؟ طيب periodic inventory system بقى إيه الفرق ما بينها وبين perpetual inventory and the cost of goods sold are updated at a specific intervals such as quarter or annual based on the result of a physical count. طيب يبقى أقول لك في الحالة دي بتعرف ال cost of goods sold والinventory على فترات، سواء الفترات دي لا إما كوارتر ربع سنوي لا إما إيه سنوي لا إما شهري كمان. يعني في شركات المطاعم بتعمل الموضوع ده شهري، بينزل يجر بحيث يشوف ايه المخزون اللي عنده آخر الفترة ويقدر يعرف ايه الكوست اوف جود سولد تمام. يبقى بيسجلهم بناء على ايه؟ على الفيزيكال كاونت. طيب البوك كيبنج is simpler under this system، يعني تسجيلها عمليتها بسيطة. It's generally used by entities with relatively inexpensive and homogeneous items that have no need to continuously monitor their inventory and cost of goods sold. يبقى البوك كيبنج هنا مش كومبلكس سيمبلر، والشركات اللي بتستعمل هي شركات البضاعة عندها مش غالية ومتشابهة، مش محتاجة إن أنت تعمل مراقبة عليها بشكل على طول دوري، إن أنت إيه تعملها كل فترة كده على سواء عشان تسجل الكوست اوف سولد أو تسجل مخزون آخر فترة. Under the periodic system, changes in inventory and the cost of goods sold are recorded only at the end of period based on physical count. باقي الكلام تاني بيقول لك إن أنت بتسجل cost of goods sold والinventory على الفترة اللي عملت فيها إيه stock count. طيب دلوقتي هناخد جزئية كده خاصة بموضوع inventory period end physical count، يعني الجرد اللي بيتم في نهاية كل فترة تمام. احنا ممكن ناخد لحد goods out on consignment وبعد كده هنكمل معاكم في محاضرة تانية أو في فيديو تاني الجزئية اللي فاضلة دي، بحيث إيه ما تكونش برضو الدنيا تقيلة عليكم في المذاكرة، تقدر تخلص جزء وتحلوا عليه بكل سهولة يعني تمام. طيب inventory period and physical count، يعني الجرد اللي هو الجرد الفعلي على المخزون في نهاية كل فترة. بيقول لك إيه an annual period end inventory physical count is necessary، مهمة under both perpetual and periodic. يبقى لازم أعملها سواء على perpetual أو على إيه على periodic inventory accounting. The amount of inventory reported in the annual financial statement should be based on physical count. سواء أنا بستخدم perpetual أو periodic لازم أعمل جرد، واللي هيتسجل ده هو بناء عليه على الجرد اللي هو يعني الفعل اللي أنا لقيته هو اللي هسجله. Under the perpetual system, a physical count helps to detect misstatement in the record and theft of inventory. طيب مش أنا قلت إن أنا في ال perpetual accounting system perpetual inventory system بعمل
كل ما بيبيع بيسجل، كل ما بيشتري بيسجل، يبقى معناها لازم إن الجرد يكون آخر الفترة إيه مظبوط. يعني اللي يطلع عندي على السيستم نفسه هو الفيزيكال اللي أنا هحصله إيه في اللوكيشن اللي بعمل عليه جرد. ففي الحالة دي لو أنا لقيت فيه عجز يبقى كده في إيه في سرقة. فبقول لك إن الانفنتوري period end physical count هتساعدني إن أنا أعرف من طريقة البريبيتشوال إذا كان في سيفت ولا لأ. Under the periodic system, the amount of inventory and the cost of goods sold can be determined based only on the result of physical count. زي ما قلنا إن في البريودك سيستم لما أعمل جاب لازم أعمله على أساس إن أنا إيه أعرف المخزون والcost of goods sold. طيب for a physical count to be accurate، يعني عشان أعمل الphysical count بتاعي بكل دقة، the entity must count all items considered to be inventory and eliminate all items that are not items to be counted as inventory includes the following. يبقى أنا قلت إن موضوع إن أعمل جرد آخر السنة ده موضوع مهم، سواء للبريبيتشوال أو للبريودك. البريبيتشوال هيطلع لي الثفت، والبريودك هيقول لك إن أنت لازم تعمل جرد على أساس تسجل الإندنج ستوك والكوست أوف جود سولد. طيب ليه الفيزيكال كاونت لازم يكون أكيوريت؟ على أساس إن الشركة تعرف إيه البضاعة اللي هتاخدها في حسبانها وتحطها انفنتوري، وإيه البضاعة اللي مش هتاخدها في حسبانها وتشيلها. فده لو هيتكلم عليها في النقطة اللي جاية. فهنا بيقول لك إيه، في عندي حاجة اسمها الجودز إن ترانزيت بضاعة بالطريق، وفي حاجة عندي اسمها جودز أوت أون كونساينمنت. إيه الجودز إن ترانزيت؟ يعني أنا عندي بضاعة في الطريق، لما عملت جارد آخر السنة عايز أعرف البضاعة دي هسجلها عندي ولا مش هسجلها. فأنا بقول لك items in transit are inventories that on the physical count date، يعني في تاريخ الجرد. واحد are not on the entity premise and are on the way to the desired location. يبقى البضاعة اللي بالطريق دي هي بضاعة ليا بس مش موجودة عندي في مخازني وبالطريق. تاني حاجة illegal title is held by the entity bears the risk of loss on inventory in transit. يبقى هي بضاعة مش عندي لسه في الطريق، بتحمل الريسك بتاعها. تمام. The following are the most common shipping terms. دي بقى امتى بقى افصل البضاعة دي تتسجل عندي ولا لأ بناء على اللي جاي ده. تمام. في حاجة اسمها الفوب شيبينج بوينت، وفي حاجة اسمها الفوب ديستنيشن. الفوب شيبينج بوينت دي بكل بساطة إن الراجل اللي هو اللي باع وقت ما حط البضاعة في البلد بتاعته في المينا، خلاص البضاعة كده illegal title and risk of loss pass to the buyer. كده خلاص انت قلت لي ايه المنافع والمخاطر بتاعت اللي هتحصل على المخزون ده. When the seller delivers the goods to the carrier زي ما قلنا the buyer must include the goods in inventory during shipping. يبقى لما اجي اقول لك ان الشرط بتاع الشيبينج فوق شيبينج بوينت معناها ان الراجل اللي شحن لك البضاعة وقت ما وصلها في المينا او في الكارير خلاص البضاعة دي انتقلت، المنافع والمخاطر بتاعتها بقت ايه بقت عندك، بتسجلها انت في الانفنتوري بتاعك اللي هو المشتري. تمام. الفوب ديستنيشن عكسها، لازم لما البضاعة توصل عند البلد بتاعة المشتري في المينا يبقى خلاص كده هو ايه يبتدي ايه يسجلها. فأنا بقول لك الفوب ديستنيشن legal title and risk of the loss to the buyer when the seller delivers the goods to specific destination. لما يوصله ايه في مكان المحدد. The seller must include the goods inventory during shipping. يبقى لازم في الحالة دي البايع هو ايه اللي يسجلها عنده. ده الفرق بين الاتنين، الفوب شيبينج بوينت والفوب ديستنيشن. تمام. ايه بقى البضاعة الجزء من consignment بضاعة الأمانة دي؟ بيقول لك a consignment sale is an agreement between the owner of goods الconsignor and the seller sales agent الconsignee. يبقى في زي agreement كده اتعملت ما بين الراجل اللي هو اللي اسمه بنسموه consignor اللي هو صاحب البضاعة، والconsignee ده اللي هو ايه الطرف الوسيط كده اللي هو بيبيع لك البضاعة. تمام. البضاعة نفسها اللي هي consigned goods are not sold but rather transferred to an agent for possible sale. يبقى البضاعة دي ما اتباعتش بشكل رسمي، لا ده البضاعة دي راحت للكونسايني ده بحيث إن هو إيه يبتدي يبيعها.
The consignor records sales only when the goods are sold to the third party by the consignee. زي ما قلنا يبقى أنا اتعاقدت مع حد زي ايجنسي هاخد البضاعة دي وبيعها. امتى أنا أسجل مبيعاتي؟ لما الراجل اللي هو الكونسايني ده يديني السيلز اللي هو ايه اللي هو باعه. تمام. Goods out on consignment are included in the consignor inventory at cost. يبقى في الحالة دي بضاعة الأمانة بتسجل عند الراجل اللي محول البضاعة مش الراجل اللي استلم. فكده هي لسه موجودة موجودة في الدفاتر. Cost of transporting goods to the consignee are inventoriable cost not selling expense. يبقى حتى برضو المصاريف الشحن اللي أنا وديت بيها البضاعة دي للكونسايني تعتبر على الانفنتوري كوست، هتتحمل على الكوست بتاعتها وليست مصاريف بيعية. The consignee never records the consigned goods as an asset. في الحالة دي الراجل اللي هو الايجنسي ده مش هيسجل عنده مش هيسجل عنده الكونساين جودز. تمام. كده احنا نكون خلصنا أول جزئية من الانفنتوري اللي أنا عايز أخلصها معاكم من جزء الانفنتوري فاندامنتالز. النهاردة احنا عرفنا إن الانفنتوري ده حاجة tangible property، يعني حاجة ملموسة. لما أنت بتكون held for sale يعني مخليها معاك عشان تبيعها من ضمن نشاط رئيس الشركة. لما حاجة داخلة في الإنتاج ولسه مكملتش عشان تبيعها برضو، أو حاجة حاليا موجودة في ال producing goods والسيرفيس للسيل. inventory doesn't include، وقلنا إنها مش هتكون ضمن الأسيت. financial statement presentation لازم الانفنتوري يكون current، لأن زي ما قلنا إن هو هيكون متوقع إن هو يتحول لكاش أو يتباع أو يستهلك خلال فترة normal reporting cycle. inventory accounts للريتيلر هو حد بيشتري البضاعة أساسي يبيعها لما يحط عليها مارجن. المانيفاكتشر عنده material و WIP و finished goods. تمام. الكوست بيزك يعني ايه القياس المبدئي للمخزون. قلت البضاعة اللي أنا بسجل بيها كل الحاجة اللي أنا اتكلفت عشان أجيب البضاعة دي المكان بتاعها واستعملها. ايه هي بقى الكوست اوف بيرتشيز؟ قلنا المبلغ اللي أنا دفعت الكونسيدريشن أو البرايس بيد عشان أجيب الانفنتوري بعد ما أشيل من الخصومات والريبيتس والأذر سيميلار أيتمز. بجمع عليه الإمبورت ديوتيز اللي هي الضرايب غير المستردة، وبحمل عليه handling والinsurance of right in. كل ده بضيف عليه وأي مصاريف تانية أنا كبتها. الانفنتوري اكاونتنج سيستم قلنا عندي perpetual periodic. البريبتشوال بيعمل لي update بشكل مستمر على البرشيز والسيل. هي بضاعة expensive غير متشابهة محتاجة continuous monitoring of inventory. في السيستم ده الانفنتوري كوست اوف جود سولد هيتعمل له adjustment على كل عملية سيل أو عملية برشيز. الادفانتج بتاعتها إن أنت هتقدر تجيب اون سبوت تجيب الانفنتوري والكوست اوف جود سولد. disadvantage إن هي complex وعايزة بوك كيبنج expensive. في الحالة دي هي غير مرجح استعمالها. في البرودكت انفنتوري سيستم إن أنا بعمل الجرد كل فترة سواء ربع سنوية أو شهرية، وبناء عليه بسجل جرد أو بسجل inventory cost of goods sold. هي book keeping بتاعها سمبلر سهل، وهي بتكون في الشركات اللي بتستعمل inventory مش غالي homogeneous متشابه، مش محتاج على إن أنا أعمل عليه يعني بشكل دوري أو بشكل مستمر أعمل عليه مونيتور. في الحالة دي أنا بسجل الانفنتوري كوست اوف جود سولد في كل فترة جرد. عرفنا إن الانفنتوري بيريد اند فيزيكال كاونت هي عملية مهمة وضرورية، لأن تحت البريبتشوال وتحت البرودكت لازم أعمل الجرد على أساس إن البريبتشوال لأن هو بيكون بشكل مستمر بيعمل أبديت على السيل وعلى الكوست اوف جود سولد والانفنتوري. في الحالة دي أنا بقدر أحمل أو بقدر أشوف السيفت أحملها مثلا على السبب اللي تسبب فيها. والبريودك قلت إن أنا بعرف منه الكوست اوف جود سولد وبعرف منه المخزون بتاع آخر الفترة. وعرفت إن أنا عشان أسجل المخزون اللي هو موجود في آخر الفترة لازم أخد في حسبان البضاعة اللي أنا هحملها والبضاعة اللي أنا هستبعدها من عندي. البضاعة اللي بالطريق قلنا حسب
حسب الشروط بتاعة الشحن، يا إما فوب shipping point فوب shipping point أو فوب destination. عرفت إن هي البضاعة دي بتكون عبارة عن بضاعة في الطريق ليست موجودة في مخازن الشركة، والليجال تايت بتاعتها تكون معتبرة للشركة. الفوب شيبينج بوينت إن البايع طول ما هو ودى البضاعة في الكارير أو في المدينة بتاعته لسه البضاعة دي ما وصلتش للمشتري، بس في الحالة دي برضه طول ما هو وداها فوب شيبينج بوينت لازم يحملها المشتري عنده. الفوب ديستنيشن معناها إن لازم يكون موصل البضاعة دي عند specific destination للمشتري، حتى لو هو طلعها من عنده وطلعت من البلد فتعتبر برضو ضمن القوائم بتاعت البائع وليس المشتري. الجزء out of consignment البضاعة اللي طلعت للأمانة هي اتفاقية ما بين البائع وما بين الراجل اللي هو الطرف التالت اللي بيبيع البضاعة. البضاعة الأمانة نفسها متعتبرش عملية سيل، بس عملية إن هي اتنقلت بس كأمانة للكونسايني، والراجل الكونساينر هيسجل المبيعات بس في حالة إن هو لما الكونسايني يقول له أنا بعت. في الحالة دي الكونساين جودز هتتحمل في دفاتر الراجل اللي هو كونساينور وليس كونسايني. أي مصاريف شحن اتكبدها عشان يوصلها للكونسايني تعتبر inventory cost وليست selling expenses، والكونسايني مش هيسجلها برضو من ضمن الوصول بتاعته. بكده احنا نكون في يونت 2 خلصنا sub unit 1 account receivable، وحاليا خدنا نص الانفنتوريز، فاضلنا بس جزء بسيط كده فيهم نخلصه، وبعد كده إن شاء الله نخش على السب يونت 3 ونحل الأسئلة بتاعة الانفنتوري والأكاونت ريسيفبل. نشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية، بالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.